ازيك؟ انا مازن عادل اي عبقري من قناه عبقرينو. الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا مع بعض عن الذكاء الاصطناعي بس للصور، وانت كواحد بقى بتستخدم فوتوشوب الستريتور والكلام ده. في الفيديو ده بقى انا هتكلم معاك الذكاء الاصطناعي برضو بس للفيديو، وانت بتستخدم برامج المونتاج، بريمير، فاينل كات، ايا كان البرنامج اللي انت بتعمل عليه اديت للفيديو بتاعك. الحوار يعني خليك اللي هو تقول هقعد في البيت ما اشتغلش، بس احنا هنتاكد اذا كان فعلا هتقعد في البيت ما تشتغلش ولا لا. هنروح للانترو ونرجع ونفهم الموضوع ماشي ازاي. بص بقى، بعد الانترو انا جاي اقول لك ان الموضوع خطير وجامد جدا 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 جدا. في فيديو انا عملته قبل كده عن كليب احمد سانتا اللي هو اسمه احمد سانتا، ممكن ترجع للفيديو ده بالتحديد عشان في حته في الفيديو ده انا اتكلمت عنها عن اداه او سكريبت اسمه ستيبل ديفيوجن. يعني ايه ستيبل ديفيوجن؟ يعني ارجع لفيديو احمد سانتا وهتفهم. انا بقى عندي نسخه من ستيبل ديفيوجن، او يعني حاجه بتعمل نفس الستيبل ديفيوجن بيعمله بالظبط بس بخطوات بسيطه، وهي جين 1 او جين 2 يعني بالاصدار الجديد بتاعها. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا معايا فيديو، وليكن فيديو الفالنتينو الراجل اللي هو بتاع تيك توك. الراجل ده انا عايز الفيديو بتاعه يتحول 180 درجه، فبروح رافع الفيديو على الانترنت في مكان ما اسمه رانواي ام ال، ويب سايت جامد جدا. بترفع له الفيديو وتروح كاتب التكستايه اللي انت عايزها، او بتاخد ستايل من الستايلات اللي موجوده في الموقع وتعمل جنريت، وبالسلام على كده. ايه مش هتشوف فالنتينو، هتشوف واحد تاني. ده فعلا اللي الموقع بيعمله، اللي بيتعمل في ستيبل ديفيوجن برضو. وبرضو باكد عليك ترجع لفيديو احمد سانتا عشان تفهم القصه بتاعت الحوار بتاع ستيبل ديفيوجن. لكن احنا هنا بنتكلم على موقع رانواي، او بنتكلم عن الخدمه اللي في رانواي اللي هي جامده. هل الخدمه متاحه للتجربه؟ من فتره ما كانتش متاحه للتجربه، او اللي هو جين 1. دلوقتي اتيح لنا الفرصه ان احنا نجربها ونشوف الموضوع ماشي ازاي فيها وكده، بس مش هيديني تجربه اكتر من 4 ثواني عشان انا مش مشترك في الويب سايت. المهم ده الويب سايت، انت بتدخل عادي جدا، بتسجل بالاكونت بتاعك وترفع عليه الحاجه، او ممكن تستخدم حاجه من الحاجات اللي هو عطيها لك. مثلا انا اخترت الفيديو دوت بتاع فالنتينو. المهم يعني عندك هنا الستايل ريفرنس، ممكن اصلا تاخد من ستايلات معموله اصلا منه، او ستايلات معموله يعني او انت اشتغلت عليها قبل كده في جين 1، او في بريسيتس. هتلاقي البريسيتس ديت موجوده، ممكن تقول له انا عايز منها، او تكتب البروموت بتاعك. انا كتبت البروموت بتاعي زي ما انتم شايفين. في عندي حاجه اسمها بريفيو ستايلز او جنريت فيديو. بريفيو ستايلز مش بتشتغل غير على البريسيت والايمج للاسف يعني. فانت هنا في التكست او البروموت اللي انت بتكتبه هتدوس على جنريت فيديو وبس، وتستنى لحد ما يخلص. فاحنا هنستنى لحد ما يخلص، بعد كده اوريكم النتيجه بتاعته عامله ازاي، وهل هي زي ستيبل ديفيوجن ولا لا. هنعمل مقارنه بين الاثنين. هتلاقيه بياخد بس وقت شوية عشان الموضوع هنا صعب حبة يعني، ولكن هو لذيذ. في عندك حاجة في الجنب اللي هو الستايل سترينز والسيد. انا ما لعبتش فيهم بصراحة، لكن في ستيبل ديفيوجن انت ممكن تلاقي حاجات شبه كده تقعد تلعب فيها وتعدل عليها عشان يطلع لك الموضوع جامد جدا يعني. حاجات شبه كده ممكن تسيرش في يوتيوب، هتلاقي شرح ليها في السيد والحاجات اللي زي كده، ممكن تعدل عليها وكده. برضو لو عايز تفهم حوار ستيبل ديفيوجن، الفيديو في الديسكربشن او في اخر الفيديو ده. بعد ما عمل جنريت احنا كنا مختارين بورتريه وديبس اوف فيلد وبيكسار وديزني ومش عارف ايه. ده الفيديو الاساسي وده الفيديو المتعدل. طبعا هو مش طالع بشكل كويس، هو طالع ويرد قوي لان الخدمه لسه بيطوروا فيها. لو جينا نقارنه بقى بالفيديو بتاع ستيبل ديفيوجن اللي انا عامله، برضو هتلاقي فرق رهيب. هو اي نعم مش نفس فالنتينو، بس انا اقصد يعني ان انا في ستيبل ديفيوجن انا معدل على الفيديو بشكل كويس، يعني مش مخلي الفيديو طالع ويرد قوي كده زي ما شفته في النسخه الثانيه من الفالنتينو اللي هو راجل ابو نضاره. هنا طالع ويرد قوي. ده كان فيديو سريع كده بنتكلم فيه عن جين 1، ازاي الذكاء الاصطناعي بيتطور بسرعه، وهل هياخد مكانك ولا لا. وانت طبعا شفت النتيجه، عمره ما ياخد مكانك، انت ممكن تخليه يساعدك بس في شغلك. لو هتختار حاجه ما تختارش جين 1،
استنى لما يطوروا اكتر وينزل جين 2 كمان، يكون النسخه متوفره للاستخدام وكده، واستخدمها وجربها وشوف. وارجع دلوقتي في الوقت الحالي، ارجع شوف ستيبل ديفيوجن بيشتغل ازاي واعمل عليه شغلك لو انت عايز تعمل حاجه فول جامده جدا، يعني زي فيديو احمد سانتا اللي بقرر ان الفيديو ده شرحت فيه حوار ستيبل ديفيوجن. انا مش عايز احرق عليك يعني. ممكن تكتب كومنت تحت لو عندك اي اسئله وانا هرد عليها عادي جدا، برد على كل الكومنتات. لو عجبك الفيديو اعمل لايك بقى وشير لاصحابك، وانت عايز ان القناه تكبر سبسكرايب كده، الدنيا بتكون لذيذه يعني، وبفرح من جوايا كده وبتاع. انا كنت معاك مثلا عادل ايكي على القناه عبقريين، واشوفك بقى في الفيديو الجاي اللي له علاقه بالصوت. في الصوت احنا هنفتح على البحري شويه، فايه يعني خليك مستعد وجاهز كواحد بتحب الصوت والصوتيات زي حالاتي يعني.